العقل الباطن عنده قوة كبيرة باش يغير الأفكار والعواطف ديالك. إلا عرفتي كيفاش تتحكم فيه غتقضي على جل أمراضك النفسية كالتوتر والقلق والخوف والرهبة، الأفكار السلبية والعادات السيئة. ويقدر أيضا يخلصك من الأمراض البدنية كالإجهاد والتعب المزمن، صعوبات في النوم. كيقدر يعزز ليك المناعة ويخلي جسمك صحي. قاع هادشي كيقدر يديرو العقل الباطن. هو السلاح اللي ما كتشوفوش، ولكن كيقدر يغير حياتنا النفسية والجسدية إلا عرفنا كيفاش نبرمجوه. بطبيعة الحال في هذا الفيديو غندويو على قوة العقل الباطن وكيفاش نتحكموا فيه، شرح كتاب قوة العقل الباطن للكاتب العظيم والخرافي جوزيف ميرفي. قبل ما نكملو دير معك شي ابوني، الله حافظك، في الانستغرام، نخلي الرابط في الوصف. بعض الدراسات كتقول انك تستعمل عقلك الباطن بنسبة 95% في النهار ديالك، وعقلك الواعي 5% فقط. في نظرك شنو اللي غيحتاج منك اهتمام اكثر وانك تبرمجه بطريقة ذكية؟ واش اللي كتستعملو 5% ولا اللي كتستعملو 95%؟ الجواب واضح، عقلك الباطن هو اللي كيتحكم في الجسم ديالك كامل، هو اللي كينظم ضربات القلب والسرعة ديالو حسب النشاط او الراحة باش الجسم يبقى متوازن. وكيتحكم ايضا في الشهيق والزفير ديالك يعني التنفس، وكيخلي الجسم يوصل الاكسجين لكل الاعضاء، وكيسير ايضا المعدة والامعاء، كيهضم الطعام، كيمتص الفيتامينات والمعادن بلا ما تحس، وكيوازن الجسم ديالك. وتلا بغيتي تحكم نخرك ولا وجهك، هادشي كامل المسؤول الوحيد عليه هو العقل الباطن. العقل الواعي هو ذكي من ناحية أنه كيميز الخطأ والصحيح، المضر والنافع وغير ذلك. العقل الواعي الذاكرة ديالو ضعيفة ومحدودة وقصيرة المدى، ما كيحتفظش بالأشياء، ما عندوش تأثير كبير على نفسيتك أو الجسم ديالك مباشرة. نعطيك مثال، نعطيك رقم اللي هو 1431. عقلك الواعي غيحفظها لمدة لا تتجاوز 5 ثواني إلى 20 ثانية، من بعد غينساها. ولا احتاج ليها وبغى يتفكرها غيحتاج لعقلك الباطن باش يساعده وتتذكر الرقم. نعطيك مثال اخر، انت دابا طايح في مشكل كبير، مرونة وطالع عليك الدم، وبغيتي تكذب على راسك وقلتي بعقلك الواعي انا راني فرحان. واش غتغير شي حاجة وغتولي فرحان؟ بطبيعة الحال لا. داكشي علاش قلت ليك ان عقلك الواعي ما عنده حتى شي تأثير على نفسيتك او الجسم ديالك. وسقط هادشي على بزاف ديال الامثله، مثلا الخوف من المرتفعات، الفوبيا بصفة عامة. واخا تحاول تخلص من الخوف بعقلك الواعي ما تقدرش تخرج منه لسبب قلته. وغنعاود نقوله، عقلك الواعي ضعيف بزاف، على عكس عقلك الباطن مكلخ. بهذا المعنى ما كيفرق لا بين الصح ولا بين الغلط، ولا بين الواقع ولا بين الخيال. يقدر يطلعك الفوق ويقدر يهبطك لتحت الهاوية. هو سبب الهلع والفوبيا والأمراض النفسية، لأن هادشي كامل مجرد فكرة. أنا براسي عندي فوبيا من الأماكن الضيقة، ولا جيتي تشوف عمرني مشيت لشي بلاصة ضيقة. فقط هاد الفكرة تكونات عندي فكرة، مجرد فكرة تحولت لفوبيا والخوف حقيقي. سقط هادشي اللي قلت كامل على أمراض أخرى وغادي تفهم مزيان. انت خايف ما تنجحش ولا ما تقبلش في شي كونكور، هاد الخوف راه ما كاينش، مجرد فكرة في عقلك الباطن وماشي واقعي. اي فوبيا او خوف هي من العقل الباطن. نعطيك مثال اخر، كنتي ناشط مع راسك عايش السعادة، شوية تفكرتي شي حاجة حزينة وقعت لك هادي 10 سنين، فجأة تقلب عندك الجو من السعادة الى حزن. شنو كتستنتج من هنا؟ ان الفكرة حولات النفسية ديالك، والسبب هو داك المكلخ ديال العقل الباطن، لانه ما كيفرقش بين ان هذه الفكرة ممكن تضر مولاها. على عكس العقل الواعي، العقل الباطن عنده ذاكرة صلبة. اي حاجة دازت على الحواس ديالك الخمسة، كي شتيها بعينيك او شميتيها بمنخرك او سمعتيها بودنك او استشعرتيها بيديك ولا تذوقتيها بلسانك، كتكون مخزنة في خزانة محكمة في عقلك الباطن. السؤال اللي كيدور في راسك هو علاش ما كنعقلوش على هادشي كامل؟ بكل بساطة لان العقل الواعي ضعيف، ما كيقدرش يسترجع او يتذكر داكشي كامل. العقل الباطن كيقدر يأثر ليك على نفسيتك او الجسم ديالك،
على عكس العقل الواعي عن طريق الفوبيا أو الأمراض النفسية. نعطيك مثال بقصة حقيقية لشخص اسمه ناصر العقيل، الملقب دوباميكافين، أسطورة من أساطير السوشيال ميديا. تيقول من صغره هو كيسافر مع باه في الطيارة لظروف ديال باه العملية. فجأة في 2017 بدا كيخاف من الطيارة، كيقول أنه مجرد فكرة ضيقها عقلي الباطن وولات حقيقة. صارع نفسه لمدة عامين تتخلص من الخوف، حيتاش كان عارف راسو أنه ما كيخافش من الطيارة، وأن الخوف اللي عنده مجرد فكرة. وكيقدر أيضا العقل الباطن يأثر على الجسم ديالك حتى هو. أغلب البنات كتلقاهم كاع ما مزوجين كتعطل عليهم ديك اللعيبة اللي كتجيهم في الشهر، وكيتخلعوا وكيشكوا على أنه حاملين. العقل الباطن ديالها كيتيق وكيبدا أعراض ديال الحمل كيبانو واخا هي ما حاملاش، كتنفخ ليها كرشها لا غير ذلك. شتو العقل الباطن علاش قاد ولا لا؟ وصلنا لنهاية ديال الفيديو. خلي معاك واحد المتابعة، ولا سخاك الله دير معاك واحد لايك وشي كومونتير زوين. وحتى لا كان خايب ماشي مشكل، غير كتبو حتى هو كيعاون باش نطورو المحتوى ديالنا.